في جميع أنحاء العالم، خصوصا في مجال كرة القدم. كل الجماهير وكل الدوريات وكل المسابقات الرياضية الخاصة بكرة القدم، سواء مثلا كان كاس، سوبر، دوري أبطال، كاس رابطة، الدوري الأوروبي، الدوري العربي للأندية، أو بطولة كاس العالم. أي نادي له مشجعين، وأي رياضة في أي مكان في الكون كل جماهيرها بتحكي عن كرة القدم، فنياتها، الهدف، الشغل التكتيكي في الملعب. المدرب ده عمل كذا، المدرب ده قال كذا، الدفاع عمل كذا، الهجوم عمل كذا، حارس المرمى قصر، الاسترايكر ده، الجناح، الباك يمين، الباك شمال. كله بيحكي تكتيك، كله بيحكي كرة قدم، كله بيستمتع بكرة القدم، أجواءها، جماهيريتها داخل الملاعب، والصخب الجماهيري الكبير، والمتعة والفن ولما بيجي الهدف بعد يعني طول انتظار ومعاناة وشغل ومنافسة وتنافس، كل جماهير العالم بتتكلم في الكلام ده فقط. ما تلاقيش حد بعد عن الكلام ده واتجه للمؤامرات والقذارة والتدليس والتعريص والضرب اللوائح وتوصل للمحاكم والقضايا إلا في مصر. الرياضة في مصر هي مش متعة، هي مش رياضة، هي مش تنافس، هي مش شرف، هي مش نزاهة، هي مش روح رياضية، هي مش أخلاق، هي مش كرامة، هي مش عدالة، هي مش حج. هي تدليس وكذب وتعريس وفساد وغسيل أموال وشركات سلاح وشركات مخدرات ومجامرات يعني بص، عايزك تقول كده كل اللي انت تتخيله في العالم كله تلاقيه في الرياضة المصرية. مش في العالم، لا، هو العالم كله مفيهوش حاجة في الرياضة إلا في مصر. بعيدة جدا كل البعد عن كلمة رياضة. الرياضة في العالم كله حاجة، وفي مصر حاجة تاني. اصبح النهارده ده كله بسبب النادي الاهلي، ده كله بسبب النادي الاهلي. تخيل انت لو شلت النادي الاهلي كده من الرياضه المصريه هتبقى اسمها رياضه. شيل النادي الاهلي كده حطه على جنب هتبقى اسمها رياضه. يعني ما هو الارقام بتحكي. الارقام دي ما اتعملتش مثلا برياضه وبتنافس شريف. يعني ما فيش في العالم نادي بياخد هو لوحده الدوري كل سنة، ولو ما خدوش بتتغير اللوائح وبتتغير القوانين، ولما يتعاقب ما يتعاقبش، ولما يخطأ في الملعب، ولما الحكام، ولما اللجان، ولما الاتحاد، ولما كذا الرابطة، ولما يحصل شكوى توصل للفيفا الاتحاد يكوسها مع الرابطة وده يتكوس. دي مش رياضة. انت كده ما بتحكيش رياضة خالص، انت بعيد كل البعد عن جو الرياضة وهدفها الرسمي والاساسي اللي هو متعة ونزاهة وروح رياضية. قبل كل ده الرياضة هي روح رياضية ولتقارب الشعوب. الرياضة في مصر لتناحر الشعوب وتناحر الجماهير والقتال والسباب والقصف والمؤامرات والشغل الإعلامي والشغل الإعلاني القذر. إعلانات وشركات إعلانات قذرة بمعنى القذرة، زي اتصالات وزي دومتي، واللي احنا مرينا بالمرحلة اللي فاتت دي. وشغل يعني أندية قذر زي شغل النادي الأهلي في كباري وصفتها الفيفا بأنها شيء لا يجب أن يتم، ولازم يكون في عقوبات مالية وتصل للإيقاف وللوقف للنشاط الخاص بالأندية اللي بتعمل كده. وده طبعا عارفين مين سببه، النادي الأهلي وكهربا وغيره وإمام وده. وقبلها كتير، يعني قبلها في ناس كتير تاني تم كباري معروف يعني. بس هو الفيفا أخد مثال كهربا من النادي الأهلي سبحان الله، وعملوا مثال يشرح عليه الكباري اللي المفروض الكلام ده يتوقفوا بعقوبات شديدة. قبل كده هبة، قصدي شوبير بسببه تم تغيير إضاعة قانون أو لوائح إضاعة الوقت لحارس المرمى وياخد فيها إنذار. يعني تخيل الفيفا بتغير القوانين واللوائح وبتشد في الأشياء الخاصة بالنزاهة وبالروح الرياضية، وكل القوانين اللي بتطلع بتيجي بسبب الأهلي وسبب قذارة النادي الأهلي وسبب التعريض للنادي الأهلي. ده جاي لك من فوق.
ننزل بقى للديتيلز الصغيره اللي تحت في الدوري بقى وفي المسابقات اللي بتحصل. حدث ولا حرج. من ايام قبل ما هو حسن شحاته والنادي الاهلي بيكسب سبحان الله وبيتلغي هدف زي بتاع حسن شحاته بالدوري ده هدف ودى الدوري للنادي الاهلي. هدف واحد، الهدف ده كان حسم الدوري عليه. من قبل نص الملعب، عمرك شفت يا مؤمن من قبل نص الملعب الحكم يحسب تسلل؟ قبل نص الملعب مفيش حاجه اسمها تسلل، حتى لو انت واقف اخر واحد ومفيش حد قدامك، بس طالما قبل خط النص ما يتحسبش تسلل. وحسن شحاته واخد الكره من قبل خط النص، وحتى لما كان واخدها من قبل خط النص ما كانش في تسلل اساسا، ومع ذلك الحكم حسب تسلل من قبل خط النص. تخيل، والراجل واخد الكره وراح جاب هدف، اتلغى الهدف على اساس انه تسلل. ده اللي بيحصل. ده انت النهارده بس مش من زمان، يعني النهارده الزمالك جاب، حتى الدوري خلاص بيخلص والزمالك بعد عن المنافسه في دوري الابطال. وبتروجيت ده مباراه اخر قبل الاخيره، يعني قبل الاخيره وخلاص، والزمالك حتى لو فاز في الاثنين مش هيصعد دوري الابطال. ومع ذلك الحكم النهارده يعني تخيل الهدف الاولاني اللي جابه بتروجيت، والحكم رجع لك وقال لك اصل الفار وطلع يعني تسلل ومش تسلل والهدف اتلغى. الهدف قصدي اتحسب بتاع بتروجيت. هو في الاول قال لك الفار هيشوفه تسلل ومش تسلل، هو مش تسلل، هو ما فيهوش تسلل على فكره، هو الهدف سليم من ناحيه التسلل، لكن هو الفار اخدك في حته التسلل، والمذيع اتكلم في التسلل والحكم اتكلم في التسلل ومش تسلل، لان هو مش تسلل، فطبعا الهدف اتحسب. قبل اول ما استلم اللاعب الكره كان في فاول على بتروجيت. تخيل الهدف ده يتلغي لان بدايته فاول، بدايه الهدف فاول، يعني قطع الكوره وازاي هو ما قطعش الكوره، هو لاعب الزمالك اللي لعب الكوره والتاني راح مشنكله ووجعه واتحسبت. كمل اللعب راح الجون. الفار بقى قاعد يحنكش الحناكيش ويعرض لك ان هو مش تسلل، وخد اتجاه الحكم في حته تسلل ولا لا. ده انت النهارده بتحكي في مباراه اللي قبل الاخيره اللي هو الزمالك خلاص اصلا يا جماعه مش والله ما بينافس خلاص على دوري الابطال، ما تخافوش ولا على الدوري. انت لغايه النهارده بتعطل فيه، لغايه النهارده بتظلم، لغايه النهارده بتعرص لاهلي، لغايه النهارده قانون انسحاب مش عارف تطبقه على اهلي، على اي فريق تاني في ثانيه في لحظتها بيتطبق. تأجيلات حدث ولا حرج. الاهلي لما كان بيلعب نهائي ابطال افريقيا ده كانوا بيأجلوا له الدوري شهر وشهرين، والله شهرين. مره عامر حسين مأجل شهرين مباريات للنادي الاهلي عشان كان بيلعب في دوري الابطال اللي هو في افريقيا، اللي هو بالمناسبه بيراميدز بيلعب وما تأجلوش عادي، والزمالك قبل كده لعب وما تأجلوش برضه في 2017 نهائي افريقيا قدام صن داونز برضه. لكن الاهلي بيتأجل له كل الحاجات ده. لو الاهلي بيتأجل له بالشهور، كرة ايه اللي بنحكي فيها؟ رياضة ايه اللي انتوا بتحكوا فيها؟ هو مصر فيها رياضة؟ هو مصر فيها كرة قدم؟ اللي احنا بنحكي فيه ده انت بتحكي في حاجة تانية خالص بعيد عن كرة القدم. احنا ما بنحكيش في متعة اهداف وبتاع، زي مثلا النهارده جاب شيكابالا هدف عالمي، والراجل عنده 75 سنة وبيجيب اهداف وبيلعب يعني ده لو في فعلا كرة قدم حقيقية في مصر وفي عدالة حقيقية كان الاعلام خلى من شيكا ده حد تاني وكان سانده. لكن انت الاعلام بيحطمه، بيطلع له نعش، والجماهير تطلع له نعش وتدمر نفسيته هو واسرته واولاده ومراته. دي رياضه، ودي روح رياضيه، ودي اخلاق شعوب. دي اخلاق شعوب ترتقي ازاي لما انت بتدمر ابن بلدك عشان بس هو بيلعب في نادي منافس؟ طب ما يعني تديله حقه وتقيمه وتحترمه والاعلام يسنده. كان زمانه في مكان تاني، كان زمانك بترفع اسم مصر. واحد زي شيكا ده عالمي يتعدى موهبته ميسي ورونالدو وكل الناس دي. طب النهارده حتى محمد صلاح كنت بتحاربه وياما حاربته كتير يعني بسبب ان هو متقدم، مع انه ده كويس ان هو ما طلعش من اهلي وزمالك، كان زمانه فعلا يعني مشاكل كتير. لكن لو من اهلي قصدي كان يعني هينفخوه نفخه بنت لذينه، لكن عشان هو مش من الزمالك فاموره مشيت. لكن لو كان من الزمالك والله ما كان الاعلام بتاع مصر فضل لغايه لما وجعوا ودمروا. هو ده الاعلام وهي دي الرياضه وهو ده القصه اللي احنا بنحكي فيها. العالم كله بيحكي في الرياضه ومتعه واستمتاع، وفي مصر بيحكوا يعني بس ده بسبب مين؟ بسبب الاهلي وجماهير الاهلي وعقليه المسؤولين الاهلاويين في الكره، في كل مجال في الكره، سواء في اتحاد، في منظومه، حتى السياسه داخله في القصه بشده. يعني كله بقى مع بعضه وكله ده الهاء وكل دي سياسه ومفيش اي عداله، وهي دي الرياضه في مصر. ما بنحكيش رياضه للاسف بسبب وجود الاهلي. سرطان الرياضه المصريه هو النادي الاهلي، سرطان الكره الافريقيه هو النادي الاهلي. هو بس السنه دي عشان خلص بس فلوسه على الصفقات الكتير عشان كاس العالم فما نجاش فلوس يصرفها على
على صن داونز زي ما عمل قبل كده، وخد المدرب بتاعه وقدر يفوز عليه لما خد المدرب وخد 2 لعيبه منه. دي المره الوحيده اللي قدر يفوز عليهم وياخد بطوله. لكن السنه دي ما قدرش لانه ما كانش معاه فلوس، لان فلوسه صارفها على الصفقات عشان بيجهز لكاس العالم. فايه فلتت منه افريقيا، ما قدرش يعمل لها شاي بالياسمين زي كل مره. هي دي افريقيا وهي دي مصر وهي دي الرياضه اللي في مصر. ما بنحكيش رياضه، بنحكي مؤامرات وقذاره ووساخه وسب وقصف 24 ساعه. ده كل الذنوب دي بسببها كل المسؤولين اهلاويه. كل مسؤول اهلاوي وكل مسؤول في الرياضه المصريه بيساند الاهلي، كل الذنوب دي في رقبتك ليوم الدين. سلام.